السلام عليكم. أهلا بيكم في قناتي المتواضعة طبخة وشنطة مع هبة. يا رب قناة تكون خفيفة على قلوبكم. النهاردة مع بعض هنعمل أكلة كده أنا بسميها المنجزة من كتر ما هي سريعة وفي نفس الوقت طعمها يجنن. أوعدك إنك هتاكلي أحلى صينية فراخ بالبطاطس. تحفة تحفة. خليكم بقى معايا لآخر الفيديو، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ولايك وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. شوفوا الفرخة ملبن بس كانت سخنة قوي وطعمها حكاية. اعملوها بس بالطريقة دي وانتوا مش هتندموا. روعة ما شاء الله روعة. نبتدي الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونسمي الله. أنا معايا فرخة مقطعاها إربع، طبعا غسلاها ومنضفاها كويس جدا بالليمون والدقيق والملح. همسك الورك اقطعه، اعمله فتحات كده عشان التتبيله اللي هعملها تبقى تدخل في كل حته في الفرخه. هقطع كل الفراخ معانا، ومعايا بصلايه وفصين توم بالظبط، ودول طماطمتين بالظبط احطهم في الكب عندي. بصلايه صغيره مش كبيره، طماطمتين، فصين توم، ودي معلقه صلصه، وده معلقه دبس الرمان. لو ما عندكيش دبس الرمان عادي ممكن تستغني عنه، مفيش مشكله، بس بيفرق في الطعم. ملح، فلفل اسود، معلش انا اسفه، كمون وفلفل اسود وكزبره. يبقى ملح، كمون، فلفل اسود، كزبره. دي معلقه سمنه، معلقه الاكل مش معلقه غرف، ومعلقه زيت. وده فلفل احمر عندي انا مفرزاه برضو بمقام معلقه، حطيته برضو في الكبه. وهفرم الكلام الجميل ده كله مع بعض. وانا عندي حلقات بصل، حلقات بطاطس وجزر، بطاطستين وجزرايه وبصلايه، قطعتهم زي ما انتوا شايفين كده وفردتهم في الصينيه. واحط نص كميه التتبيله اللي انا عاملاها على الخضار واقلبه كويس قوي. طبعا هو فيه الملح بتاعه، ورصص عليه الفراخ. مفيش اسهل من كده، طريقه بسيطه بس الطعم يجنن في الاخر، وسريعه بقى في نفس الوقت، ما بتاخدش وقت. انا رصص الفراخ بتاعتي وانزل بالتتبيله. ده طبعا الباقي، ووزع التتبيله كويس قوي على الفراخ. ودي الصينيه بتاعتنا، انا بنضف الحواف بتاعتها طبعا بمناديل مطبخ، وهندخلها الفرن. ما شاء الله بجد تحفه. ودي بعد ما خرجت معانا، اللون يجنن، الريحه تجنن، الله اكبر، وطعمها مفيش بعد كده من جمالها. شويه بقدونس كده بقى على الوش، حاجه كده تفتح النفس. ودي كانت طريقه الفراخ بتاعتنا النهارده، طريقه بسيطه وسهله. يا رب تكون عجبتكم، والف هنا وشفا، والسلام عليكم.